مساء الخير. يمكن في عالم السياسة دايما الكلمة بيكون لها ثقل، وبيكون في طياتها رسائل متعددة. حديث الساعة حاليا هو طلب الرئيس الأمريكي من مصر والأردن تحديدا استقبال النازحين من الشعب الفلسطيني، يعني في سبيل إعمار غزة اللي ممكن يطول لأمد بعيد. الرد كان فوري وسريع جدا من السلطات المصرية، يعني بكلمة واحدة وهي لا. وأعتقد أن لا المصرية هي أعمق من كونها كلمة، ولكنها تحمل في طياتها عديد من الرسائل. الرسالة الأولى اللي أنا بشوف أن بتحملها لا المصرية في طياتها هي لا للتهجير. لن تسمح مصر بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من بيوتهم من أراضيهم. بالعكس، مصر بتسعى جاهدة بكل قوة لتمكين كل فلسطيني من بيته ومن أرضه والحصول على كامل حقوقه. رسالة تانية موجودة برضو في طيات لا المصرية وهي لا لتصفية القضية. تصفية القضية يعني معناها شرعنة الاحتلال، وده لن تقبل به مصر تحت أي مسمى وتحت أي ظرف. رسالة تانية موجودة في طيات لا المصرية وهي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوقف الدعم المصري للقضية الفلسطينية. ده أمر مفروغ منه. أي منحنى من منحنيات القضية الفلسطينية هتلاقي مصر حاضرة بقوة. محدش قدم لفلسطين ولا القضية الفلسطينية مثل مصر في أي وقت. برضو في رسالة مهمة جدا موجودة في طيات لا المصرية وهي أنه لن يكون بأي حال من الأحوال هناك حائل بين مصر وحدودها الشرقية. مستحيل مصر تسمح أن يكون في حائل بينها وبين حدودها الشرقية، وده أمر مفروغ منه تماما. وده بيؤدي للرسالة الأخيرة اللي أنا بشوفها في طيات لا المصرية وهي أنه لا مانع من تكرار عبور جديد. من أكثر من 50 سنة عبرنا ب80,000 مقاتل في 6 ساعات. أعتقد حاليا حط جنب ال80,000 دول كام صفر، وال6 ساعات هيبقوا يدوبك مسافة السكة. إذن لا المصرية هي حائل وحائط صد منيع ضد التهجير وضد تصفية القضية وضد أن يكون في أي حائل بين مصر وحدودها الشرقية. يعني أتمنى في القريب العاجل أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وإحنا كلنا قلوبنا مع غزة، والدعم المصري والدعم الشعبي. كلنا شفنا الحشود اللي خرجت يعني بشكل ترميزي كده تأييدا للقضية الفلسطينية ورفضا للتهجير ورفضا لتصفية القضية. وأعتقد دي من المرات النادرة اللي كلنا كمصريين بكل الطوائف وكل الاتجاهات نتفق على رأي واحد وهو لا. أتمنى لو حد شاف رسالة أعمق في طيات لا المصرية بيساهم معانا ويكتب في الكومنتس ونتناقش حولها. إن شاء الله القادم أفضل وخير. كل الدعم لفلسطين وغزة. خالص تحياتي وتقديري للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.